مين مننا مش عايز تبقى ريحته على طول حلو وفي 5 دقايق؟ يلا بينا نفكر مع بعض ونتكلم ازاي نقدر نعمل ده وفي 5 دقايق. شوية خطوات بسيطة جدا هتخلي ريحتك كده عارفين مفحفحة كده وحلوة، والريحة الحلوة دي مش في ناس كده دايما بنفتكرهم في حياتنا نقعد نقول لما بيدخلوا بيهلوا بريحتهم الحلوة. احنا عايزين كلنا نبقى كده، والاعياد موجودة وجاية وحوالينا وريحة الاعياد كده في كل مكان والاجواء جميلة. علشان كده كل سنة وانتم طيبين ولازم ريحتكم تكون احلى. المسك الابيض سمعتوا عنه قبل كده؟ انا بصراحه كنت دايما يبقى عندي في البيت اقول الله حاجه ريحتها حلوه ومش عارفه استخدمه في ايه، وتفضل الازازه عندي بالسنين ولا عارفه استخدمها ولا عارفه اعمل بيها ايه. الفكره كلها ان هنجيب شويه من المسك الابيض على شويه من البيبي اويل، وبعد كده نحط الديودرنت بتاعنا ايا كان نوعه. تعالوا اكلمكم بالتفصيل اكتر عن الموضوع ده. زي ما بقول لكم كده، هديه المسك دي لما بتجيلنا او ازازه المسك لما بتجيلنا هديه بتفضل عندنا في البيت كده محطوطه زي كده الشمعه. في حاجات كده لما بتجيلنا هدايا بتفضل مركونه، عارفين كراكيب البيت؟ لا احنا بقى مش عايزينها تبقى من كراكيب البيت، احنا عايزين نفتح ازازه المسك ناخد شويه منها على ايدنا، شايفين حبه صغيره جدا، ده كل اللي احنا هنعمله. وبعد كده نجيب اي نوع بيبي اويل عندنا في البيت. انا بحب موستيلا عشان بيكون سبراي، بس عادي اي نوع اويل ممكن. واحط شويه نفس الكمية بالتساوي واخلطها كده، وابدا استخدمها على منطقه الاندر ارمز في الناحيتين، وابقى مطمنه ان اليوم ده هبقى فله بمعنى الكلمه. بعد الخطوه دي بقى وحطينا البيبي اويل والمسك الابيض حطيناهم على منطقه الاندر ارم ودعكنا حلو قوي. طبعا قبلها اكون واخده الشاور بتاعي منشفه بالفوطه حلو جدا، ان المنطقه دي لما بتكون مبلوله ده بيساعد على ان البكتيريا تنتشر فيها او ان يحصل ريحه تعرق، فاحنا لازم نبقى منشفين حلو قوي. حاطين البيبي اويل والمسك الابيض، بعد كده نستخدم الديودرنت اللي بيريحنا. في ناس بترتاح للستيك مثلا زي نيفيا، في ناس بترتاح للرول اون، او زي ما بيقولوا عليه بعض الناس البليه. يعني انا بحب دايما اقول لكم بكل الطرق والفوكابلري وكل الكلمات اللي ممكن نستخدمها. المهم ان معايا النهارده الرول اون كولاجرا. في مزايا بقى كتير جدا، اولا هو بالفيتامين سي فده بيساعد برضو على التفتيح، كمان ان هو بيقلل ظهور الشعر وده حلو جدا للناس اللي بتعمل ليزر. هو كمان مضاد للتعرق، انتي بريسبيرنت، وكمان بيعمل ديلينج لظهور الشعر زي ما قلنا من شويه، وبيفتح 3 حاجات في بعض، فلذيذ قوي ان احنا نستخدمه. طبعا انا مش بقول تستخدموا نوع رول اون معين، كل واحد يستخدم النوع اللي بيريحه، وعملنا قبل كده حلقات كتير قوي عن الرول اون اللي هو مضاد للتعرق، والنوع الثاني اللي هو بيبقى ديودرنت. كل الحاجات دي لو عايزين تعرفوها بالتفصيل ارجعوا للحلقات اللي قبل كده. احنا بنتكلم النهارده اكتر على الوصفه السحريه دي، فكره ان احنا نحط البيبي اويل والمسك الابيض وبعدها نحط الرول اون بتاعنا ونطمن تماما على ريحتنا في اليوم ده. طب الوصفه دي مش ممكن تغمق لنا اكتر؟ لا ما تقلقوش خالص، ده المسك الابيض بيفتح، افتكروا كده مسك ابيض هيفتح ويعمل تفتيح. ازازه الميه اللي دايما بقول لكم تبقى في ايدكم، ازازه ميه بقى، كوبايه ميه، المهم هي الميه تبقى في ايدكم على طول، تخلصي الكوبايه او الازازه تدخلي في اللي بعده على طول. دي من الحاجات اللي بتخلي الجسم بقى هايدريتد جدا، ويعني زي ما بيقولوا كده مترطب، ودايما بتساعد على ان ريحتنا تبقى حلوه وما بيحصلش عرق زياده، ان احنا بنشرب ميه ولما العرق يخرج كده تلاقي البروسيس حصلت بطريقه او العمليه نفسها حصلت بطريقه سليمه وصحيه، فبالتالي ريحه العرق هتكون اقل وجسمنا كله مترطب. الشاور اليومي يا جماعه لو قدرتوا يبقى مرتين في اليوم برضو حلو جدا. هتقولوا لي طب احنا المفروض يا دكتور متفقين ما نغسلش شعرنا غير مرتين في الاسبوع مثلا بالشامبو، ممكن تغسليه كل يوم على فكره بالميه، والاحسن ان انت ما تغسليهوش فعلا غير مرتين في الاسبوع وتستحمي بس من غير شعر. طيب زي ما قلنا بقى الشاور بتاعنا في شويه خطوات كده تخلينا برضو ريحتنا حلوه وفله. زي ما قلنا فكره ان احنا نستخدم شاور جل. الشاور جل من الحاجات الحلوه قوي، ابعدوا عن الصابونه، زي كده ما بنبعد لوشنا عن الغسول بنبعد كمان لجسمنا عن الصابونه. الصابونه دي يا جماعه خلوها على جنب كده للايد وبس وخلاص. علشان كده استخدموا شاور جل يكون ريحته حلوه، مثلا يكون بتاع نوع البرفيوم بتاعتكم، اي نوع شاور جل بتجيبوه من الصيدليه يكون لذيذ وريحته حلوه، دلعوا نفسكم كده. وكمان بعدها استخدموا البادي لوشن، يا سلام بقى لو نفس ريحه الشاور جل. كده احنا اكدنا المعلومه، وبكده نكون عرفنا المعلومات كلها، وفعلا في 5 دقايق هنلاقي انه خلاص ريحتنا بقت حلوه وفله ومبسوطين بنفسنا، وندخل بقى الاعياد واحنا مهيصين.